إخوان، تحية لمتابعي ومشاهدي القنوات والمواقع الإعلامية الجادة في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة جدا. فرز الأصوات التي سأشارك معكم بعض من ملاحظاتنا حول ما يقع وحول سنقوم بفرز ما قيل هذا الأسبوع وما وجدته يستحق أن أبثه في هذا الفرز. قمنا ببث بعض الحلقات منذ أواخر سنة 2022، وفاتني أن أهنئكم بمناسبة السنة الجديدة 2023. نتمنى أن لا تكون كمثيلتها السابقات 3 سنوات العجاف التي مرت، بدءا من إغلاق كورونا ووصولا إلى متلازمات الجفاف وحرب الأوكرانية الروسي على أوكرانيا الذي ألهب وأحرق جيوب عموم الشعب المغربي البسطاء، وليس من أغنيائهم الذين استوزروا ويؤدون أتعاب أبنائهم في الخارج، طبعا بالعملة الصعبة. وعلى ذكر متابعة الدراسة في الخارج والنقاش الذي دار هذه الأيام حول خروقات شابات، الامتحان الأخير لأهلية مزاولة مهنة المحاماة، وترى ربما فضح ما كان يجري منذ سنين، ولكن في زمن الأبيض والأسود. أما الآن فمواقع التواصل الاجتماعي لذلك نرى حساسية تجاهها من طرف الفاعل الرئيسي والبطل لهذا الفعل الذي تشير إليه كل أصابع الاتهام، والذي بالمناسبة حقق شهرة عالمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي يكرهها. كل معاركه الدنقشيوطية يبررها بمواقع التواصل الاجتماعي، فتح جبهة مع الحقوقيين، مع مدافعين عن المال العام، فاضح خروقات الانتخابات، ضريبات المحاماة رغم أن ذمته المالية ربما غير صافية. وهذه المناسبة التي أشهر في وجه بسطاء هذا الوطن إشهار غنائه بوه لا باس عليه، يجب على مفتشي دار الضرائب أن يبحثوا في ذمته المالية، هل هي سليمة تجاه إدارات الضرائب بالمغرب، وكذا التزاماته وتعهداته تجاه صناديق التقاعد. على أي هذا هامش. أشهر في وجهنا غناءه، ولكن مرت علينا سنتان عجاف وأنت تتحمل هذه المسؤولية. لماذا لا تستغني عن كل ما تتقاضاه من دافع الضرائب؟ والسواد الأعظم منهم فقراء طبعا، لأنكم أنتم معشر الوزراء وما يدور في فلككم تمارسون هذه المهنة بإعفاءات ضريبية دسمة. على أي لو مثلا غير أعفيتنا حينما ذهبت بأسطول من السيارات الحركة لتدشين مقر دار القاضي بإحدى الدوائر في أفقر إقليم بالمغرب، دار القاضي ربما بجماعة بزو في إقليم أزلال
في السنة الفارطة في مستهل السنة، تعرف غلاء في المعيشة، غلاء في المحروقات، ورغم ذلك أنت وحواريك ذهبت لتلك المنطقة ووجدت حواريك من جهتين ربما أو 3 جهات متقاربة، جهة بني ملال ومراكش، في انتظارك بأسطول من السيارات الفارهة فيه شحن زائد فائض من الاستفزاز طبعا، لأن كل تلك السيارات من المال العام وكلها من صنع ألماني دخلت إلى هنا بالعملة الصعبة التي فعلا يتابع بها ابنك دراسته في كندا. على كل تلك الأخطاء المس بالجامعة أو المس بمهنة المحاماة أو المحسوبية والزبونية تطرق إليها وناقشها المختصون والأكاديميون والصحافة. أنا فقط كمواطن بسيط لا يربطني بهذا الوطن إلا ما أستر به عورتي وما أسد به رمقي، وما بيني وبين هذا الوطن إلا نقط تماس بين حذائي وترابه. لا أملك فيه لا سكن قار ولا عمل قار أتدبر فيه معيشي اليومي يوما بيوم، ولكن حرقة هذا الوطن ربما التي تساوي حجمه القديم الذي يعتبر بحجم نصف قارة من نهر السنغال حتى حدود الفراعنة، قسمه الأوغاد إلى 5 سجون متلاصقة أو 5 قبائل متناحرة بمنطق داحس والغبراء تارة، وبمنطق كولونيالي إيبيري فرنسي مرة أخرى. على أي أريد أن أقول لك قد أخطأت في الرد على الوطن، فقد أسأت إلى الوطن، لأن فضيحتك بجلاجل وصلت إلى العالمية. اخترت قناتان يتيمتان تعود طريقة وكيفية اشتغالها إلى زمن طريشة، زمن الأسود والأبيض. ربما حتى القائمين عليها لا يولون الاهتمام ولا يعيرون الاهتمام لما يبث فيها. قناتان، واحدة مختصة في الدبلجة والأخرى في لالا العروسة، يشاهدهما المغاربة فقط لمعرفة أحوال الطقس. هنا اخترت مكان غير صالح للرد على الوطن والاعتذار للوطن على الإساءة إليه. طبعا كان أجدر بك أن تعقد ندوة صحفية وتنادي على جميع من تعاديهم من الصحافة ومن الحقوقيين، وتكون مكاشفة ويكون نقاش، وتأخذ موقفا تاريخيا ستدخل به حتما رغم زلاتك ورغم أخطائك. كن على يقين أنك ستدخل به التاريخ، وهو إعلان الاستقالة في تلك الندوة. أقسم بالله أنك ستمحي كل زلاتك وستدخل التاريخ من بابه الواسع، رغم ألم نفسي سيحدث لك بعض الألم النفسي، ولكن مع مرور الوقت ستجد راحة نفسية ستعوضها بسجلك في التاريخ أنك قدمت استقالتك في ندوة صحفية بحضور كل خصومك. ستسجل في التاريخ أنك دخلت هذا التاريخ بهذه الاستقالة، وسيغفر لك الوطن كل زلاتك. كن على يقين، وهذا رجائي. الوطن يطلب منك أن تعقد، الوطن
ماشي أنا. الإساءة للوطن، حجم الإساءة لا يمكن أن يغفرها لك الوطن إلا بعقد ندوة صحفية للمكاشفة وللصراحة، وأن تعلن فيها، هذه نصيحة، وأن تعلن فيها استقالتك. كن على يقين أنها ضربة معلم للدخول إلى التاريخ. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية هو إشراف إسناد مهمات إشراف تدريب فريق الوداد البيضاوي، رغم أنني لست رياضي ولا أحب الرياضة، ولكن يبدو أن اللحظة التي خلقها منتخب المغربي، أبناء العمال المهاجرين الذين طردوا بسياسة التقويم الهيكلي، وفي لحظة من السهو ربما حركوا عاطفة أحد نبغاء التقويم الهيكلي، تلميذ النجيب للبنك النقد الدولي بالخوصصة، والحريص على التوازنات الماكرو اقتصادية، الذي هجر العديد من المغاربة إلى الخارج، ولدوا هناك أبناء فبلوا البلاء الحسن في الكرة، ولكن وطنية آبائهم جعلهم ينتمون إلى هذا الوطن وشرفوا الوطن طبعا وموطن أجدادهم وآبائهم تشريفا حسنا في مونديال قطر. طبعا ربما هذا لم يعطي درس للقائمين على الرياضة المغربية. ما كادت الجماهير تنسى ضربة البدراوي باستقدام عاطل عن العمل في تونس، وزميله إلى الدفاع الجديد، حتى أضاف إليهم الناصري أحدا اسمه النفطي، وقيل أنها بوساطة الركراكي، وأتمنى أن لا يكون هذا الخبر ديال وساطة الركراكي صحيحة، لأنها ستسيء إليك، صدقني الركراكي، أنها ستسيء إليك. والأيام بيننا، من لم يعرف مزاج الجماهير الوداد وحتى فريق الوداد ستندم على هذه الوساطة وإساءة لزملائك، لأن هناك العديد من الأطر كلفت الجامعة وأشرفت الجامعة على تكوينهم على أعلى مستوى، يعانون البطالة وحاصلين على إجازات، على رخصة كاف برو، تعرفهم جيدا وتنساهم وتتنساهم لتكون وسيطا لتونسي، رغم أن التونسيين لم يخلقوا منذ أن ذهب شبوب وروروا وعيسى حياته، لم تعد تنجز الكرة التونسية أي ولا تقدم أي جديد، ولم يسبق أن كانت مدرسة. ثم هل تعتقد أنها كنا سنسمح في هذه سنتجاوز هذا الخطأ لو استخدمت مدربا أرجنتينيا، لكان الأمر هنيا. ولكن في هذه الظروف بالذات التي أثارت الكرة المغربية انتباه العديد من المدارس الكروية، استخدمت عاطلا عن العمل لم يكن معروفا لا حتى في الرياضة التونسية، ولم يكن له إنجاز تاريخي إفريقيا ولا محليا ولا قاريا ولا حتى، وأعطيته فرصة يدير بارماريس واعر على حساب نادي كان من المفروض أن يكون قاطرة للكرة القدم الوطنية. لماذا لا تعطي فرصة لأطر
شابة مغربية صابر نموذج. لماذا لا تغفر لفرتوت هذه السقطة؟ مثلا فخر الدين الذي يشتكي في راديو مارس كل يوم على الإهمال الذي يلاقيه أبناء الفرق الوطنية. هذا الجيش من الأطر، سواء أبناء الرجاء، أبناء الوداد، أبناء قنيطرة، أبناء الجديدة، الذين يتسولونكم تذاكر الدخول إلى المقابلات. ما العيب في أن لا تعطاه فرصة؟ لم تراهن لا على التجربة ولا على مرجع كروي تشكله تونس. لا، أنا كمواطن بسيط لا أفهم لا في الرياضة ولا في السياسة، ولكن أثار استغرابي وحرقة. شاهدنا كل العالم حتى اللاجئين في سوريا، أفغانستان، اليمن فرحوا بإنجازات الأسود، إلا الإيالتين العثمانية التونسية والجزائرية هي التي تتمزق ألما وحسرة وندما وحقدا على ما وصلت إليه الكرة والنخبة المغربية في نصف نهائي كأس العالم، ربما متواطئ مع هذه لإفشال تجربة المغرب. حق الجزائر وتونس حاقدتان على المغرب وتستخدمون فائضة بطالتهم لإغراق الكرة المغربية، ثم أعطيته فرصة من ذهب كما فعلت الرجاء مع البنزرتي حينما فعل فاخر كل شيء، وحينما وصل الموندياليتو أقالوه وأتوا بتونسي كشفت الأيام غدره في واقعة رادس. فقد أتم موسم ضو السنة مع الوداد حينما تفادى المواجهة مع نادي الترجي فتخلف عن الشهادة أمام الطاس، وكررت نفس التجربة. مدرب مجهول، حتى كلاعب لم يسبق أن سمعنا عنه، حتى كلاعب لم يسبق أن سمعنا عنه. وإن كان هذه الوساطة تمت بإعاز من الركراكي فهذا خطأ كبير وفاجح، ربما سيجهز على مكتسب حب الجماهير المغربية لك يا وليد. حذار إن فعلت هذه الجريمة في حق زملائك اللاعبين المغاربة فهذه جريمة لن تغتفر، فقد محيت وكشفت عن معدن الخداع. معذرة إن كنت تجاوزت حد اللبق معكم. لا يعقل أن يكون شباب مغاربة ربما سيخطئون ولكن سيستفيدون وسيفيدون الكرة المغربية. ستعطيهم فرصة الاحتكاك بمدارس، سيلعبون الموندياليتو. أعطيتهم تجربة فريدة لم يحصل عليها من داخل الكرة التونسية للبنزرتي، ومنحتهم مبتدئ في كرة القدم النفطي أو اللفظي أو لا أعرف، لا زلت لا أعرف اسمه لأنني لم أسمع به كلاعب ولم أسمع به كمدرب ولم يقدم إنجازا قاريا ولا حتى محليا في تونس. ثم الحقد الدفين للإيالتين التونسية والجزائرية تجاه كل ما هو مغربي. هذا دليل على على المزاج العام الشعبي في واد والمزاج ديال المسؤولين في واد. يجب أن يكون المزاج العام على وفاق مع المزاج ديال المسؤولين. فتجربة حالا تجربة فوزي القجع رغم أخطائه ولكن أتته فرصتين وسجل الهاتريك في كل فرصة. الأولى كأس العالم باختيار موفق لمدرب شاب مغربي أبل بلاء الحسن، ثم العصا في الرويضة السلالات ولقطاء الإيالة العثمانية بالجزائر لم يجرؤ حتى
السياسيين أن يقوموا بها، ولكن ما قام به القشع سيحسب له بميزان من ذهب. هذا هو المسؤول، وهذه هي التجربة ديال المسؤول الذي يجب أن يكون على وفاق مع المزاج العام. أما أن تأتي بمدرب مغمور من قارة، من بلد يحقد على المغرب وأساء للمغرب في مصيره وفي صراعه مع الجزائر، وخففت بطالة شباب شابي الكبير، هو الكبير أغرق الرجاء. لسعد الجردة ها هو وتجربته في جديدة انكشفت، أعطيته فرصة في الرجاء على حساب سلامي سامحكم الله، طعنتين وجهها الرجاء لأبنائهما مع هؤلاء التوانسة. تجربة الموندياليتو النسخة الأولى ديال البنزرتي مع فاخر مسكين، وتجربة ديال كأس العرب مجهود السلامي تعطى للجردة الأسعد الجردة، وها الموندياليتو الثالث تعطى لتونسي عوض أن تعطى لابن الوداد. إذا أخطأ ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ولكن سيستفيد ويفيد. كل إخفاق بالنسبة له أكيد أنه سيكون دافع وحافز للنجاح، خصوصا وأن كل